رمضان كريم حبايبي ومتابعي قناة ست البيت. وصفة ست البيت لليوم هي شوربة لذيذة وغنية ومفيدة كتير، شوربة العدس الصحية بوصفة ست البيت الشهية. يلا نتابع المقادير ونشوف طريقة التحضير. رح نبدأ وصفتنا بإضافة 4 معالق من زيت الزيتون، وبعدها رح نضيف عليهم حبة جزر، حبة بطاطا، وحبتين بصل مقطعين بالطريقة اللي بتحبوها، لأنه بالأخير نحن رح نطحن الخضار كلها بالبلندر، بس ممكن نعملهم مكعبات ليستووا معنا بسرعة. رح نقلبهم لحتى يدبل عندي البصل والجزر والبطاطا. بعدها رح أضيف عليهم كوب من العدس الأحمر وقلبهم مع بعض. وبعد ما يتقلبوا مع بعض كتير منيح رح أضيف المي، رح أضيف 5 أكواب من الماء لهالمقدار. وبعد ما أخلط المقادير كلها والخضار بالبلندر بشوف السماكة وبقرر إذا بدها مي كمان أو لا. بعدها رح أضيف البهارات اللي هي معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة ملح، والملح بتضيفيه حسب الرغبة. بعدها رح أضيف 3 مكعبات من مكعبات المرق الصحية اللي عملتها بقناتي، واللي رح يعطوا الشوربة طعم كتير طيبة بالبهارات الموجودة فيهم. اتركن على النار ليستووا الخضار كتير منيح، وبعدها رح أطحنهم بالبلندر بالطريقة اللي باينة عندكم بالفيديو. وآخر شي رح أضيف عليها معلقة صغيرة من البابريكا اللي رح تعطيها لون كتير حلو، وفيك تضيفي ربع معلقة صغيرة من الكركم لحتى يعطيها لون أصفر كتير مميز. بالإضافة إنه الكركم مفيد كتير كتير وفيه مضاد أكسدة، وبنفس الوقت بيرفع كتير من المناعة. وبعد ما تغلي الشوربة وشوف القوام اللي وصلت لإله، شوف إذا بتحتاج مي أو لا. أنا شفت إنه هذا الشكل كتير ممتاز، فما في داعي إني أضيف مي أبدا. طبعا انتوا بتشوفوا حسب العدس اللي عندكم وحسب مدة السلق اللي سلقته وكمية تبخر الماء. إذا حسيتوا بدها مي ممكن تضيفوا نص كوب بس يكون الماء مغلي. وهيك الشوربة صارت عندي جاهزة. رح أزينها بالبصل المقلي ورشة صغيرة من البابريكا، وطبعا بيتقدم معاه الخبز المقلي والفجل وعصرة ليمونة. بتمنى تكونوا حبيتوا وصفة اليوم. شوربة عدس مفيدة وصحية وطعمتها كتير طيبة. ما تنسوا اللايك والشير واشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس لا يوصلكم كل جديد. صيام مقبول وفطار شهي ورمضان كريم.